ست اللواء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا الحمد لله النهارده استلمنا التركيبه الدايمه، فهحب زي ما بعمل مع العملاء المميزين ان انا اخد بس راي حضرتك على الموضوع كله من اول ما جينا. استاذنك تحكي لنا بس تجربتك عامله ازاي ورايك فيه. انا تجربتي ان انا عندي كانت دروسي بتقع لوحدها وسليمه مش مسوسه، ورحت لاكتر من دكتور وكان بيعمل لي اللي هي التركيبه المتحركه، وانا ما كنتش بقدر اتحملها لان كانت بتزعجني في الاكل وما بعرفش امضغ الاكل كويس، وكان بتقع احيانا مني مشاكل العاديه فدي كانت مشكله. كانت بالنسبه لي مشكله، وعرضت ان انا عايز اعمل حاجه ثابته مستديمه او زرع او كلام من ده. قالوا لا، فكك بيتاكل، وعشان كده الدروس بتقع منه. فلما جيت هنا اتكلمت مع الدكتوره رنا، فقالت لي لا، ظاهريا كده هينفع بعد ما نعمل الاشعه ثلاثيه الابعاد، وعملناها والحمد لله. قالت لا ينفع، وعملنا الزرع. تجربتك مع الزرع عامله ايه؟ يعني حضرتك واحد من الناس اللي انا حاولت اطبق عليهم تكنيك التنويم بالايحاء، لو فاكر لما شغلت لك موسيقى في الاول، بالظبط، موسيقى هاديه وكده. ايوه. وبعدين حضرتك كنت من الناس اللي فاهمه اللي هيحصل ايه وبتاع، فما كانش عندك فكره الخوف. فبعد العمليه قلت لي لا، انا ما جبتش معايا سكه. الموسيقى دي مش مجالي. لا، يعني لما بقول لحضرتك ان انا لما جيت حضرتك قلت لي ينفع قبل ما نعمل الاشعه اللي هي ثلاثيه الابعاد دي، قبل ما اعملها يعني بحثت في الموضوع كويس جدا 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 يعني، فاخدت فكره كامله عنه. فالدكتوره لما شغلت لي طبعا موسيقى عشان ابقى متخدر، ابقى متخدر وريلاكس. لا، انا مركز جدا لان انا عارف كل الخطوات بتتم ازاي وعارفها كويس جدا. بالظبط. وبعد ما خلصت حتى قلت للدكتوره كنت حضرتك بتعملي كذا كذا، قالت لي ايوه صح. بس تجربتك مع الزرع يعني هل تجربه مؤلمه؟ هل تجربه مثلا هترشحها لحد؟ مش هترشحها؟ اللحظات اللي هي بتاعت الزرع مثلا. لا، هي اللحظات بتاعت الزرع اكيد طبعا اي الم في الاسنان بيحتاج ان الانسان يتحمل العلاج عشان بعد كده يستريح. تمام. مش هنقول انها مش هنقول انها موضوع ملوش احساس خالص، لا، في طبعا احساس. طبعا في اثناء في الحاجه بتحتاج تخدير، فالدكتوره بتدي تخدير وبتخدر. بس في اثناء الزراعه نفسها كان في احساس بالالم مع التخدير؟ لا، مع التخدير لا. حلو. طيب الوجع اللي جه بعد الزرعات مع الادويه، هل هو يعني زي ما حضرتك قلت لي بالظبط، ان هو يعني قعد معايا حوالي 24 ساعه او 48 ساعه، وبعد كده خلاص بتعامل معاه عادي جدا يعني. الحمد لله. بس كملت علاجك؟ طبعا كملت العلاج لغايه الاخر الحمد لله. رغم ان كان في حاجات طبعا بالنسبه لي انا ككلى يعني كانت ممنوعه، انما خفضنا المده. بالظبط. حضرتك خفضتي لي المده بتاعت العلاج يعني شويه عشان ما نضرش حاجه ثانيه. بالظبط. طيب احنا النهارده استلمنا التركيبات، ويمكن حضرتك من الناس اللي عملنا اكتر من بروفا، او يعني الوقت طال شويه في التركيبات، وانا بحب اعرض دايما لو حصل يعني الناس بتبقى فاكره انه انا هزرع من هنا هروح اخد مقاسات هركب على طول. ففكره ان احنا عملنا كذا بروفا، او فكره ان احنا مش دايما التركيبات اللي بنستلمها فورا، دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي انا احب اعرضها يعني علشان ما يبقاش الشخص فاكر انه شغل السنان ده هي زياره وخلاص والموضوع خلص. لا، احب اسمع رايك في تقبلك لفكره ان احنا عملنا كذا بروفا. ممكن انا متقبل الموضوع ده كويس جدا، لان انا عارف ان فرق لو 1 من 10 مللي في الضرس او بتاع كلام من ده يديني عالي او يديني واطي. بالظبط. لكن ده حضرتك فوارد ال1 من 10 مللي ده يعمل يعني يبقى وارد جاي من المعمل عادي، فانا بتقبله. طبعا بتقبله. اهم حاجه ان في الاخر بعد ما بعمل يعني بعد ما بتعمل لي حضرتك بتغيري كل مره. يبقى في احنا عملنا مرتين تقريبا ودي النهائيه. بالظبط. ففي المرتين انا حاسس بان في ارتفاع بسيط جدا. ده بال حضرتك، بس حضرتك ما قبلتيش بيه وغيرتيه. فهو ده يعني انا اتحمل، انا خلاص ده يعني انا اتحملت زرع، وبعدين اتحملت قعدت 3 شهور على ما نشوف الزرع هتنجح او ما تنجحش. بالظبط. وبعدين اتحملته بالحلو طبعا. لا، انا بتكلم مش اتحملت في حاجه وحشه، اتحملت وقت. ايوه. هي الفتره الاولانيه دي هي فتره زي ما احنا قلنا كده 24 48 ساعه. بالظبط. ده حضرتك، وبعد كده بيزول يعني الالم اللي هو بتاع الزرع بيروح،
ويبقى الانسان بيتعامل عادي يعني. بالظبط. واخده بال حضرتك؟ لكن حضرتك يعني متقبل فكره ان احنا عملنا بروفا كذا مره، وده مش لا ده طبيعي، ده ما هو ده ليا انا، مش مزعلك مني يعني. لا لان انا عارف لو كنت ممكن ازعل من حضرتك لو انت اللي بتعملي الدرس مش لا المعمل. الحمد لله الحمد لله. طيب اخيرا هحب اسمع رايك، لان انا دايما من الناس اللي بتحب تسترس او تركز على الحاله النفسيه للمريض. فقول لي حالتك النفسيه جوه عياده الاسنان شكلها عامل ازاي؟ امانه يعني أمانة. انا رحت طبعا دكاتره اسنان كتير، في عياده اسنان بتدخلها بتبقى مستريح نفسيا للدكتور، وبالتالي انت متقبل كل اللي بيعمله. وفي دكتور هي مره واحده وما بتروحلوش تاني، انت مش مستريح معاه، مش مستريح نفسيا معاه. عدم الراحه النفسيه ده بيخليك انت مش متقبل كل اللي بيعمله، حتى لو في حاجه فيها الم، والاسنان طبيعي جدا يبقى فيها الم، انت مش متقبل الم من ايده. ممكن انت هتفسره له ايده تقيله، ما مش مريحني، مش عارف. في دكتور انت مستريح نفسيا فانت متقبل الالم عادي جدا، وعارف ان ده عادي، وبتقول لنفسك انه عادي. فهي الراحه النفسيه مهمه جدا 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 في التعامل مع اي طبيب يعني. كنت مرتاح معانا ولا لا؟ اكيد بجد. حضرتك بنتي. ربنا يخليك ربنا يكرمك. مش بنتي، بص حضرتك مش شرط تبقى بنتي اللي خلفتها يعني. ربنا يكرمك. ده شرف يعني حقيقي بجد يعني. مش الله بقول يخليك. كده علشان انا بسجل ولا اي حاجه، بس حضرتك من الناس فعلا اللي انا كنت مبسوطه في كل خطوه انا بعملها مع حضرتك. وانا بقول لحضرتك احساسي اقسم بالله مش عشان تسجيل، وفعلا كده انا حابب حضرتك تقولي تعالى بعد بكره، باجي بعد بكره، كمان اسبوع باجي بعد اسبوع، انا مستريح ان انا اجي. ايوه صح. ما بحبش اجل حتى. هنحب نشوف حضرتك ان شاء الله من غير اي وجع ولا اي حاجه بعد كده. ان شاء الله، وشكرا ان شاء الله مش هيتقطع يعني. ان شاء الله.